سلام، مرحبا بكم البنات. واش راكم؟ ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم بخير وبصحه جيده يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفيديو تاع نهار اليوم لعشاق الليمون، تيراميسو بذوق الليمون. ما نحكي لكمش البنه صراحه بزاف بنينه، ويعني بدون مسكربون بدون جيلاتين بدون اي حاجه، سهله بمقادير متوجده في كل بيت. يعني تقدروا ذوق تروحوا يعني خصتكم حاجه صغيره برك تروحوا تشريوها وتوجدوها. صراحه بزاف بنينه، وسورتو اذا كان خدمتوها اليوم وخليتوها الغدوه ان شاء الله باش كليتوها، هذيك لاكريم ديالها تولي بزاف بنينه. هذا لاغوسات بالتحديد ننصحكم تجربوها، لانه صح تجربوها. ما قبل ما نبارطاجيكم كامل لاغوسات كنت بارطاجيتها في الانستغرام في الانستغرام برك. جربوها صحاباتي وبعثوا لي لي غوتور ديالهم، صراحه عجبتهم بزاف. وانا وحده قلت لكم بزاف عجبتني. تبعوا الفيديو الاخير باش هكذا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله، بسم الله. واش عندنا؟ نبداو بكريمه الليمون. واش عندنا؟ عندي 2 صفر تاع البيض وحبه كامله، عندي فنجل تاع الماء، 100 غرام تاع عصير ليمون، 150 غرام سكر، مغرفه صغيره مايزينا، ومغرفه صغيره لافاني. نخلطوا كامل المكونات مع بعضهم ونديروهم فوق النار باش يعقدوا عفوا. كما قلت لكم درت البيض مع السكر، خلطتهم مليح، زدت لهم فنجل تاع الماء و100 غرام تاع عصير ليمون. نضيف لهم مغرفه تاع المايزينا تكون صغيره، ومغرفه تاع يعني هذيك المغرفه تاع المايزينا تحكم لنا في لا تكستور تاع لا كريم ديالنا، ماشي حتجي هذيك اللي يجي بزاف يعني تجيكم كيما هنا. بعد ما عقدت لنا رايحه نضيف لها 2 مغارف كبار تاع المارغرين، نحركهم مليح حتى يذوبوا، ونفرغهم في اسيات كبيره، نغطيهم بسيلوفان يكون كونتاكت معاهم، ونخليها تبرد لي مليح هاد لاكريم ديالي. ومن بعد نجوز نوجد لاكريم الثانيه اللي هي لاكريم شونتيي. واش عندنا؟ ماشي كي قلت لكم لاكريم شونتيي حتجيكم حلوه، ما تجيكمش حلوه. عندي كاس ونص تاع بودره شونتيي، رايحه نضيف لها كاس حليب بارد مليح. راكم تشوفوا هو ديجا كنت جبته من الكونجيلاتور، وتقدروا تعوضوه بالماء. هذاك الكاس تاع الماء تاع الحليب تعوضوه بالماء. هنا ضفت لهم 2 علب تاع بتي سويس، هذاك الجبن طازج الحجم الكبير تاع 90 غرام. هذه رايحه تعدل لنا الذوق، ما راح تجينا كامل حلوه الكريمه ديالنا. نخلطوهم مليح بالباطور حتى تطلع لنا لاكريم ديالنا. رايحه نضيف لهم 2 مغارف كبار من كريمه الليمون اللي كنا خدمناها برك، لازم تكون بردت مليح. نزيد نخلطهم مليح، ومن بعد نجوز للمونتاج ديالي. هنا كما راكم تشوفوا شريت هذو لي بود وقت تاع هاد لابواط، يعني باش هكا ما تحوسوا كما قلت لكم، باش هكذا ديروها ديريكت فيها، تفرغوا هذيك لابواط تاع لي بودوار ديالكم وديروا لداخلها. هيا كان كيفاش وريت لكم راني ندير فيها. هنايا المونتاج واش عندي قلت لكم لي بودوار، وعندي الحليب تقدروا تعوضوه بالسيرو. تقدروا طيبوا كاس تاع الحليب، عفوا السيرو تاعكم طيبوا نص كاس سكر، كاس تاع الماء، يغليو ربع ساعة ولا 10 دقائق وطفيو لهم. ديروا لهم عصير ليمون باش تزيدوا تعززوا النكهة تاع الليمون. انا ما حبيتش ندير بالسيرو باش ما تزيدش تجيني حلوه بزاف، درت بالحليب كيما راكم تشوفوا. طبقه تاع بودوار، طبقه تاع لاكريم بودوار شمخوه في الحليب، طبقه تاع بودوار، وزيدوا طبقه تاع، وتقدروا بين البودوار والكريمه ديروا طبقه تاع كريمه الليمون. وهنايا كنت وريت لكم درت دي بتي فيغين، يعني تقدروا ديهم في لي فيغين انديفيديال كيما تقدروا ديروهم كيما يقولوا حجم عائلي. مع الاخر نديروا ديك الكريمه الليمون اللي كانت وجدناها وكانت بردت مليح من الفوق، والتزيين يقعد اختياري. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وبعثوا لي غوتور ديالكم. تهلاو في روحكم بزاف، نتلاقوا في فيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.